باتمان هو من أكتر الأبطال الخارقين الأيقونيين في التاريخ، وده مش بس في عالمنا بل في عالم كوميكس دي سي نفسه. باتمان هو من أكتر الأبطال اللي الشخصيات التانيين بيحترموه وشايفينه قدوة، بل وبعضهم قرر يحمل اسمه أثناء محاربة الجريمة زي بات وومن أو بات جيرل أو بات وينج أو بات مايت. إيه ده؟ العالم الرئيسي بتاع دي سي زي عالمنا فيه 3 أبعاد، لكن خارج العالم ده في بعد آخر اسمه The Fifth Dimension، وده من اسمه هو عبارة عن بعد خامس، وبالتالي الفيزياء بتاعته مختلفة عن بتاعتنا، وبسبب كده الكائنات بتاعته لما بيجوا للعالم بتاعنا اللي فيه 3 أبعاد فقط بيقدروا يعملوا أي حاجة تقريبا. يعني بيبقى عندهم قدرات خارقة لا متناهية ويقدروا يشكلوا الواقع زي ما هم عايزين. الكائنات دول المفروض إنهم اللي البشر بيطلقوا عليهم الجن والأقزام السحرية، ومن أهم الأمثلة عليهم هو مستر ميكس سبيتليك. انا كنت اتكلمت قبل كده عن الشخصيه المؤذيه دي في فيديو الامبراطور جوكر، وهسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكربشن. مستر ميكس سبيتليك هو كائن مؤذي بيجي يسبب مشاكل لسوبرمان فقط لهدف التسليه، لكن في كائن تاني من البعد الخامس اسمه بات مايت، برضه عنده قدرات لا متناهيه زي مستر ميكس سبيتليك كده، ولكن على عكس مستر ميكس سبيتليك هو ما يقصدش يبقى مؤذي، هو بس بيحب باتمان قوي ونفسه يبقى زيه، علشان كده لابس لبس باتمان مش على مقاسه اصلا، وبيجي عالمنا يحاول يعمل اي بطولات، ولكن للاسف محاولاته دايما انه يبقى بطل كانت بتسبب مشاكل اكتر ما بتحل. يعني نقدر نقول ان بات مايت ده اللي هو لما امك تحاول تعمل باتمان في البيت مثلا. اول ظهور لبات مايت كان في العدد 267 من المجلد الاول من سلسله ديتكتيف كوميكس في قصه بعنوان باتمان ميتس بات مايت. العدد ده صدر في 1959 وكانت احداثه بتقع في كون ايرث 1، وده واحد من اكوان دي سي المتعدده، علشان كده هتلاحظوا ان باتمان شكله وشخصيته مختلفين شويه عن اللي متعودين عليها اليومين دول. عموما القصه دي بتبدا ببروس وين وديك جريسون رايحين البات كيف علشان يتحولوا لباتمان وروبن ويخرجوا يحاربوا الجريمه، لكن اول ما دخلوا الكهف لقوا ان في حاجات اتحركت من مكانها. طبعا هما الاتنين اتخضوا لما افتكروا ان في حد غريب اقتحم البات كيف، لكن في اللحظه دي فجاه ظهر قدامهم قزم صغير شكله غريب قال لهم هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باتمان وروبن ما بقوش مصدقين نفسهم. كوزم لابس بدلة باتمان شكلها سخيف بيقول لهم انه جاي من بعد اخر كل الناس فيه حجمهم زي حجمه كده، وبعد كده بيوجه كلامه لباتمان وبيقول له انا معجب جدا بيك وبمغامراتك وبراقبك بقالي سنين، علشان كده قررت اني اساعدك تحارب الجريمة بقدراتي الخارقة. انا عملت لنفسي زي واطلقت على نفسي اسم بات مايت، وبكده احنا الثلاثة هنبقى ثلاثي رائع ضد الجريمة. باتمان قال له لكن ده مستحيل لاننا مش هنعرف نبرر وجودك للناس التانية، وجودك هيبقى عقبة مش مساعدة، غير ان محاربة الجريمة بتتطلب تدريبات كتير جدا. بات مايت زعل وقال لهم مش عايزين نشتغل معاكم يعني، خلاص انا همشي، وفعلا اختفى من المكان. باتمان صعب عليه وقال لروبن والله شكله كيوت وظريف وانا زعلان اني جرحت مشاعره بس ما كانش ينفع ناخده معانا. بعد كده هما الاتنين ركبوا الباتموبيل وانطلقوا في الشارع علشان يحاربوا الجريمة، لكنهم ما كانوش يعرفوا ان بات مايت في الحقيقة ما مشيش ولا حاجة، وانه راكب معاهم العربية بس مختفي. باتمان وروبن فعلا لقوا مجموعة من المجرمين بيحاولوا يهربوا، ولما المجرمين شافوهم هربوا بسرعة فوق جسر، ولكن اثناء ما كان باتمان وروبن بيطاردوهم الجسر فجأة بقى مطاطي وفضل يتموج في كل الاتجاهات. باتمان قدر بسرعة يخمن ان اكيد بات مايت ليه علاقة باللي بيحصل ده، لكنه ما خلاش ده يشتته عن مطاردة المجرمين، وفعلا هزمهم كلهم بالرغم من صعوبة القتال على جسر بيتنطط بالشكل ده. بعد ما باتمان وروبن روحوا بات مايت ظهر قدامهم، وباتمان زعق فيه وقال له ايه اللي انت عملته ده؟ بات مايت قال له اصلي لقيتكم كنتوا هتهزموا المجرمين دول بسرعة قوي ومش هلحق اتفرج، فقلت اصعب المعركة شوية علشان اتفرج بمزاج. باتمان قال له محاربة الجريمة مش لعبة، ارجوك روح للمكان اللي انت جيت منه لانك عمال تسبب لنا مشاكل مش بتساعدنا. بات مايت اختفى تاني من قدامهم، وبنكتشف انه برضه خلى نفسه ما بيتشافش وفضل يراقبهم ومستني يتفرج على مغامرتهم الجاية. بالفعل فرصة جت لما اشارة الخفاش ظهرت في السماء، وباتمان وروبن فورا راحوا يشوفوا فيه المشكلة. بنكتشف ان كان في شوية حرامية بيحاولوا يسرقوا زي متحف كده، لكن قبل ما يهربوا باتمان وروبن ظهروا وهجموا عليهم. بات مايت كان قاعد بيتفرج برضه ولاحظ ان المجرمين ما خدوش ثانيه في ايد باتمان وروبن، علشان كده التاني قرر انه يصعب المعركه شويه وخلى اسطوانه عملاقه محدش عارف جت منين نزلت تحت المجرمين وشالتهم بعيد. باتمان وروبن طبعا خمنوا ان ده شغل بات مايت، ولكنهم حاولوا يلاقوا طريقه يوصلوا بيها للمجرمين دول قبل ما يهربوا، وفعلا قدروا يوصلوا لهم وهزموهم، لكن بعد ما طلع عينيهم. لما روحوا لقوا بات مايت تاني في البيت وحاولوا تاني يقنعوه
له انه بيأذيهم وبيعطلهم، لكن هو فضل يقول لهم انه بيهزر وانهم محتاجين يبقى عندهم حس دعابة شوية. باتمايت اختفى تاني وسابهم، وتاني يوم بنشوف باتمان وروبن مستنيين في مكان علشان يعملوا كمين لمجموعة من المجرمين. طبعا باتمايت كان بيتفرج وما كانش عاجبه ان المكان فاضي، فقال يجيب شوية حاجات كده يحطهم في المكان علشان يخلي المعركة ممتعة، وفعلا جاب تماثيل وسفينة وحاجات كده عشوائية علشان يبقى فيه حاجات بتتكسر والمشهد يبقى مثير. لكن اللي حصل ان المجرمين استخدموا السفينة دي في الهرب، وواحد من التماثيل وقع من تحت باتمان وروبن وعطلهم، وبكده المجرمين بالفعل هربوا من المكان. باتمان طبعا فضل يزعق في باتمايت، وباتمايت ادرك خطأه، وساعتها باتمان قال له انت ممكن تصلح غلطتك لو استخدمت قدراتك بالظبط زي ما اقولك. بالفعل باتمايت اتبع تعليمات باتمان وساعدهم باستخدام قدراته الخارقة في القبض على المجرمين دول. بعد ما المعركة انتهت باتمان فضل يقول لباتمايت اديك شايف التدخل بتاعك سبب لنا مشاكل قد ايه، دلوقتي ارجوك امشي وسيبنا في حالنا. باتمايت لاول مرة فعلا اتأسف وقال لهم خلاص انا هرجع تاني للعالم بتاعي، لكن قبل ما يمشي قال لهم الى اللقاء مرة تانية. باتمان وروبن بصوا لبعض وادركوا انه ناوي يرجع لهم تاني في يوم من الايام، وده فعلا حصل بعديها بكام عدد في قصة The Return of Batmite، وبرضه طلع عينيهم وسبب مشاكل مش ليهم هم بس بل لبات وومن كمان. لكن برضه بعد المصايب اللي سببها حس بالذنب وحاول يصلح غلطته بانه ساعدهم يقبضوا على المجرمين بل وانقذ حياتهم كمان. باتمان وروبن سامحوه على المشاكل اللي سببها، وبات وومن كانت معتبرة كلب صغير تقريبا وكانت عمالة تبوس فيه. المهم من ساعتها وباتمايت كل شوية يظهر يسبب مشاكل وبعدين يحاول يصلح خطأه ويرجع تاني بيته، بل في مرة ساعدهم ضد مستر ميكسسبيتليك كمان، لكن استخدامه لقدراته بشكل متهور سبب مشاكل كتير برضه لباتمان وسوبرمان. النسخة دي من باتمايت واللي هنسميها نسخة نيو ايرث كان ليها مغامرات كتير مختلفة مع باتمان، بل في واحدة من القصص كان ظهر لباتمان كتخيلات في دماغه وخلتنا نشك انه قد يكون مش حقيقي اصلا ومجرد جزء من مخيلة باتمان، بس دي كانت مجرد حركة غلسة كده من الكتاب علشان يلخبطونا. عموما النسخة دي من باتمايت فضلت مستمرة لحد الريبوت بتاع اكوان دي سي ونشأة كون برايم ايرث الجديد، وفي نسخة جديدة منه خاصة ببرايم ايرث ظهرت لأول مرة في قصة فرعية صغيرة كانت بعنوان دايفيرجنس باتمايت، وفيها بنشوفه بيعمل نفس اللي نسخة نيو ايرث كانت بتعمله، بيحاول يساعد باتمان لكن بيخرب الدنيا اثناء ما هو بيحاول يساعده. في النهاية بنشوفه بيسيب باتمان بعد ما اقتنع انه كده ساعده يحارب الجريمة مع انه ولا ساعده ولا نيلة، وقرر انه يساعد باقي الابطال الخارقين، ودي كانت بداية سلسلة كاملة مخصصة ليه بعنوان باتمايت. السلسلة دي امتدت ل6 اعداد وبنشوف فيهم حصل له ايه بعد ما فضل يزعج باتمان كتير. باتمايت بسبب كل المشاكل اللي كان بيسببها في العالم بتاعه والعوالم التانية بنشوفه بيتحاكم قصاد محكمة في البعد الخامس اسمها The Council of Mites او مجلس المايتس. في الاول القضاة كانوا بيفكروا يعدموه، لكن بعد كده قرروا انهم ينفوه تماما من البعد الخامس، وبكده يبقى مشكلة حد تاني مش مشكلتهم هم. بالفعل باتمايت اتنفى لبرايم ايرث وبقى محشور هناك، لكن ده ما منعوش من انه على طول يبدأ يدور على صديقه العزيز من طرف واحد باتمان طبعا عود نفسه انه يتجاهل باتمايت وفعلا سابه ومشي، لكن اول ما سابه في واحدة خطفته وبنكتشف انها خطفته باوامر من شريرة اسمها دكتور تروما علشان عايزة تدرسه. بعد كده بنعرف ان دكتور تروما دي عايزة تنقل مخها جوه جسم حد تاني، وبنكتشف انها خاطفة هوك مان وعايزة تعمل فيه كده. المهم باتمايت بيقدر يستخدم قدراته في انه ينقذ هوك مان ويهربوا هما الاتنين من الدكتورة المجنونة دي، ولكن المشكلة انه دلوقتي بقى وحيد ومشرد في الشوارع. في 2 من الناس اللي انقذهم من دكتور تروما اسمهم ريجان وويد قابلوه وهم راجعين بيتهم، ولما لقوه مش لاقي اي بيت حتى يقعد فيه ويد فضل يتحايل على ريجان ياخده معاهم. ريجان قالت له لا طبعا، وهو قال لها مش كان طول عمرك نفسك في قطة؟ اعتبريه قطة يعني مش مشكلة. ريجان بعد تردد وافقت وباتمايت بقى عايش معاهم وكان واخد راحته على الاخر يعني. على مدار الكام عدد التاليين باتمايت بيشارك ابطال تانيين في مغامرات كتير، معظمهم كان ضد شرير حاطط باتمايت في دماغه اسمه جريدلوك. في اخر عدد من السلسلة دي بنعرف ان مجلس المايتس بتاع البعد الخامس كانوا بيراقبوا باتمايت وبيراقبوا مغامراته في برايم ايرث طول الفترة دي، وقرروا انهم يرجعوه تاني لوطنه بشرط انه ما يعملش اي مشاكل تاني. باتمايت بيوافق على طول، وبنكتشف انه في الحقيقة قبل ما يتنفي كان عضو في فريق كامل بيقلد الجاستس ليج اوف امريكا اسمهم جاستس مايتس اوف امريكا، وكل واحد فيهم بيقلد بطل من برايم ايرث، يعني مش باتمايت بس اللي طلع عبيط، ده شكلهم كلهم كده. باتمايت سألهم يا ترى هنحارب انهي شرير المرة دي، وهم قالوا له انهم دلوقتي هيحاربوا اخطر شرير واجهوه على الاطلاق واللي بيهدد وجودهم كلهم، كانسلترون. يعني من الاخر كده السلسلة بتاعت باتمايت هتتكنسل، لكن دي ما كانتش نهاية باتمايت، وظهر بعد كده بدور صغير في قصص تانية اهمهم قصة السكس ديمنشن اللي في المجلد الرابع من سلسلة جاستس ليج، وكان بيساعد فرقة العدالة ضد مستر ميكسسبيتليك واشرار تانيين. I'm from the fifth dimension.
dimension. Beings from my realm have powers that you 3Ds take for magical. ده كده كل اللي محتاجين تعرفوه عن باتمايت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب مع تفعيل جرس الاشعارات علشان تشوفوا اي فيديو جديد، وبرضه ما تنسوش لايك لصفحة الفيسبوك. اشوفكم الفيديو الجاي.